يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اول يوم رمضان ودايما العزومه بتكون عند بابا، ربنا يا رب يديه الصحه ويديمه في حياتي ويديم اخواتي يا رب، وما يحرمنا من بعض ابدا. زي ما انتم شايفين يا بنات، دي خلطه المحشي. انا عامله صلصه ببصل يعني، وحاطه في الفريزر، فانت طلعتيها هتفكيها في الميكرويف. احنا هنعمل محشي. فانا النهارده الفيديو بتاع النهارده هقول لك اغلب الفيديو تريكات كده، مش هقولك ازاي هنعمل محشي، بس تريكات كده تطلع معاكي الحاجه مظبوطه جدا. في الاول للامانه انا كنت بفك خلطه المحشي، ودايما اغسل الرز واسيبه يتصفى واقطع عليه الخضره واحط التوابل واحط بقى ايه، الصلصه بعد ما فكتها في الميكرويف واقلب كده واعمل المحشي. بيطلع حلو جدا ومظبوط وطعمه حلو جدا. بس التركه بقى اللي فرقت معايا جدا ان انا بايد برجع اغليها على النار مره تاني، زي ما انت شفت كده، واحط كده رشه بسيطه كده من الزيت، واحط التوابل بتاعتي، واحط الخضره تاخد برضو تقليبه كده وهي الصلصه بتشقشق كده، واحط الرز في الاخر برضو واخليه ياخد تقليبه على النار مع الصلصه. بتفرق جدا، طعم وريحه ونكهه جباره. خدي التوابل دي بقى مني اللي دايما اقولها لك في كل الفيديوهات من ساعه ما بدات معاكي، مش بغيرها ابدا. وتوابل مظبوطه وملح مظبوط جدا. الكيلو عليه 3 معالق صغيرين من الملح، معلقتين كزبره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كبيره زعتر او طبعا نعناع ناشف، لا ده لا ده، وربع معلقه من القرفه، وايه بقى، وربع معلقه كده من البهارات بتاعتك، واعملي احلى محشي. يعني كل اللي هيدوقه هيحلف بطعم المحشي بتاعك. وهتحشي بقى المحشي عادي بالطريقه العاديه. احنا ساعتها يعني عملنا شرايح لحمه تحت المحشي، فانت شوحي عادي شرايح لحمه تكون مقطعها رفيع وتكون بتستوي ناعم، وتروحي بقى تحطيها تحت المحشي وترصي عليها المحشي وتسوي المحشي بتاعك. نيجي بقى، كنا هنعمل فراخ. هقولك بقى على تتبيلة فراخ. زي ما انت شايفة، قطعت بصلتين وطماطمتين ومعلقتين كده من الخل وعصير ليمون، وحطيت شوية من المية. تقدري تحطي شوية من اللبن، تقدري تحطي كوباية زبادي وتكملي مثلا بمية. وهنحط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل ونص معلقة من البابريكا، بهارات فراخ، ربع معلقة من القرفة، ربع معلقة من الجنزبيل، اي منكه بقى يا بنات. زعتر، عندك زعتر، عندك حبهان بودر، عندك كبابة صيني مع توابل الفراخ، ما عندك ورق لوري مطحون، حاجة كده تحفة. كله ده متجرب وبيطلع طعم الفراخ وريحتها تحفة. الفراخ بتاعتك مغسولة طبعا ومتصفية، وهتشرحيها بالشكل ده عند العظم علشان الدم كده وتستوي بسرعة، الدم يعني ما يتحبس عند العظم. الورك زي ما انت شايفة انا بفتحه بالطريقة دي، والصدر يا بنات بفتحه كده زي الكتاب علشان يستوي برضو معاكي بسرعة، لما يجي يستوي ما ينفتش كده معاكي، ويكون ايه، حاجة مستوية وحاجة لأ، أو حاجة ناشفة في السوا، لأ، كده كله بياخد سوا واحد، حاجة في منتهى الجمال. زي ما انت شايفة، هتحاولي بس ايه تكسري العظم شوية، وهتيجي عند المفصل يا بنات اللي هو مثلا عند الدراع او الكلام ده، هتروحي برضو ايه تشقيه كده بالسكينة علشان يستوي معاكي بسرعة، او مثلا الدم ما يتحبس في المنطقة دي. هنسويه ازاي؟ هنحطه بقى في الصينيه بالتتبيله بتاعته. التتبيله بتاعته يا بنات انا ضربتها ضرب خشن مش ناعم. هنحطه في الصينيه وهنحطه على صاجة الفرن مباشره، والفرن تبقى سخنه جدا، ومش هنغطيه لحد ما يستوي معاكي. هياخد في حدود مثلا ساعه ونص، ساعتين الا ربع. شايفين يا بنات بنفتحه بالشكل ده علشان ياخد التتبيله ويحيق معاكي بسرعه. وشايفه انا هنا ده بقولك ان عند العضمايه بالشكل ده تشرحي كده بالسكينه زي ما انت شايفه، علشان ايه يستوي برضو معاكي بسرعه، وعلشان زي ما قلتلك الدم ما يتحبسي في المنطقه اللي انت شايفاها دي. وهنسوي بقى الفراخ بتاعتنا. نيجي بقى يا بنات، كنا هنعمل مكرونه بشاميل. طبعا كلنا بنعرف نعمل مكرونه بشاميل، بس انا هقولك على التريكات كده، وعملت معاكي فيديو قبل كده طلعها معاكي مظبوطه، ولا بشاميل يزيد ولا مكرونه تزيد ولا اي حاجه. نص كيلو المكرونة بيعمل صينية وسط يا بنات، وبياخد ربع كيلو لحمة او 200 جرام من اللحمة، على كده ايه بصلاية كبيرة كده حلوة. والبشاميل بتاعي بياخد 4 كوبايات ونص من اللبن بس، او لبن
وميه او لبن وشوربه، على 3 معالق كده من الدقيق، وبس على كده. والمكرونه يا بنات اسلقيها 10 دقايق بالظبط، خلي بالك كده من الوقت، 10 دقايق علشان تطلع معاكي مظبوطه ومش مهريه ولا متكسره. زي ما انت شايفة هنرص بقى المكرونة بالبشاميل زي ما كلنا بنعرف نعمل مكرونة بشاميل. وهسيبلك الفيديو اللي عملته معاكي قبل كده، هسيبلك اللينك في صندوق الوصف عشان يكون معاكي بالتفصيل. وبس بقى يا ست الكل، كنا عملنا الفطار بتاعنا وكان بالطريقة بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين الفراخ حلوة جدا وتفتح النفس. والبشاميل بتاعي تقدري بقى تحطي على البشاميل على الوش قشطة، تحطي جبنة كريمي، تحطي موتزاريلا. انا ما بحطش اي حاجة. اللبن اللي مستخدماه جاموسي كامل الدسم من عند اللبان، فبيديني اصلا الوش القمر اللي انتوا شايفينه ده. وهتغرفي بقى، تعملي شوية لسان عصفور، تعملي اي حاجة. عملنا شوية سلطة وغرفنا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بيبقى زيطة اليوم ده، ويعني ايه، فما فيش اي حاجة بتبقى متستفة يعني قوي. حطينا كام صابع محشي طبعا مع كل واحد النايب بتاعه، مع شريحة اللحمة. زي ما قلت لك احنا سوينا لحمة تحت المحشي. شايفين الفراخ تحفة يا بنات، جربوا الوصفات دي كده مع بعض او المنيو ده مع بعض، بيكون حلو جدا لو عزومة. وبس على كده، وبالهنا والشفا علينا وبالهنا والشفا ليكم، رمضان كريم. جربوا الوصفات دي وبقولوا له رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.